السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب، اللهم آمين. راجع لكم النهارده في فيديو جديد، والفيديو النهارده مميز جدا. عايزة اقول لكم يا بنات، ده قفص الطماطم اللي اشتريناه مع بعض في الحلقة اللي فاتت، وقلت لكم ان شاء الله الفيديو الجاي هنفرزه مع بعض. ان شاء الله دي هتكون اول تفريزات الشهر الكريم، اعاد الله علينا وعليكم بالخير يا رب. ان شاء الله ربنا يرفع عنا الغلاء والبلاء، قولوا امين يا رب العالمين. هنفرز مع بعض بقى النهارده صلصه الطماطم. عايزه اقول لكم هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، ولكن في شويه تفاصيل بسيطه ان شاء الله كده هنخلي بالنا منها، وان شاء الله تقعد معاكي من السنه للسنه. انا عايزه اقول لكم ان دي طريقتي المعتمده واستحاله اغيرها ابدا. ما شاء الله بعملها كل سنه وبتقعد معايا فعلا فتره طويله جدا من غير ما يحصل لها اي حاجه، وكمان لونها هتشوفوه ان شاء الله تاخدوا نتيجه مرضيه جدا. طبعا الطماطم اللي هنستخدمها في التفريز يفضل لو تكون يا بنات طماطم جبلي، او الطماطم اللي هي البلح او الجرجاوي. عايزه اقول لكم الثلاث انواع دولت من الطماطم، يعني بيكون فيها نسبه كميه لحم كبيره، وكمان ما بيكونش فيها نسبه ميه كتير قوي. يعني بلاش كمان الطريه قوي، وما تكونش في نفس الوقت جامده قوي علشان طبعا يكون فيها نسبه عصاره. نبدأ بسم الله، وما ننساش ندعي لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة، اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. اول حاجه يا بنات لازم طبعا نعملها، ويمكن دي اكتر حاجه هتاخد معانا وقت شويه، هي غسلها. خصوصا طبعا لو هي كميه كبيره. انا كنت جبت معاكم القفص ده في الفيديو اللي فات، كان اللهم بارك 25 كيلو من الطماطم. قلت لكم ان شاء الله هنفرزه مع بعض في حلقه لوحده، علشان كمان يعني ما يكونش وقت الفيديو طويل عليكم. اول حاجه طبعا غسلت الحوض بتاعي كويس قوي وعقمته. انتوا عارفين ان انا بغسله كويس بالخل وصابون المواعين. ويعني وكمان ممكن احط في البخاخه صابون مواعين وخل وشويه من ملح الليمون. كان في كتير منكم سألني بتستخدمي ايه للحوض بتاعك يا ايمي؟ هي دي الطريقه يا بنات اللي انا بنضف بيها الحوض بتاعي. حاطه جنب مني بخاخه كده، اكيد كلكم بتشوفوها معايا على الحوض. بيكون فيها عباره عن خل وصابون مواعين وشويه من ملح الليمون، برجها كويس قوي، بحط عليها ميه وبس كده، ما شاء الله بتخلي الحوض معايا بيلمع دايما. بعد كده بقى بدأت أغسل الطماطم بتاعتي، وبشيل طبعا كل الوردات اللي موجودة فيها، وجنب مني مصفى كده بحط فيها الطماطم. حاولي أهم حاجة تغسليها كويس قوي، يعني مرة بقى واتنين وتلاتة طبعا، علشان يعني المبيدات كمان اللي بتكون مرشوشة عليها. عايزه اقول لكم يعني كميه الطماطم دي اللهم بارك، لو انت حابه مثلا تفرزي للشتاء او لرمضان، اللهم بارك بتقعد معاكي فتره طويله جدا، وان شاء الله تطلع معاكي احسن مليون مره من الصلصه المعلبه اللي بنشتريها، ويعني معظمها كمان بيكون فيها مواد حافظه ومش امنه. بس كده يا بنات، غسلت بقى الكمية كلها. طبعا في الوقت ده هفصل الكاميرا، وهفضل بقى اغسلها معايا يعني مرة تانية كمان، لحد بقى ما اتأكد ان خلاص ما يكونش فيها بقى اي تراب، وتكون بقى معايا نظيفة وزي الفل. هنا كنت بوريكم ان غسلت كمية، واخلص بقى الكمية التانية مع نفسي. وفي الوقت ده عايزة اقول لكم ان انا غسلت الحوض وعقمته كويس قوي، وقلبت بقى الطماطم يعني مرة كمان اغسلها بقى على نضيف طبعا. المرة الاولى دي نزلت كل الاتربة اللي فيها والوردات زي ما انتم شايفين كده. انا قلت لا، محتاجه كمان ان انا اغسلها مره تانية. بس قبل بقى ما ابدا اغسلها، اغسل الحوض كده غسله سريعه برضو، بحيث ان انا يعني اكون متاكده بقى ان ان الحوض نضيف، على اساس ان انا بقى خلاص يعني كل التراب اللي كان موجود اتخلصت منه، وارجع بقى اغسل الطماطم مره كمان على نظافه. تمام كده. وبس كده يا بنات، اللهم لك الحمد، خلصت بقى غسلها كلها، غسلتها مره تانية زي ما قلت لكم. واللهم بارك بقت معايا نظيفة وزي الفل. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، صلي على النبي في التعليقات وقولي لي بتتابعيني منين، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو علشان يوصل لعدد كبير من الناس. وبس بقى كده، هنا كنت خلاص يعني لبست بقى جلافز في ايدي، علشان يعني عندي تحسس من الطماطم، وكمان ايدي بتحرقني يعني لو مسكتها وقت طويل وكده. مسكتها بقى واحدة واحدة، وشلت بقى الحتة الخضراء اللي في النص، وابتديت اقسمها بقى على 4 بالشكل ده. طبعا انا متأكدة من انها نظيفة وكويسة جدا من جوه، علشان انا جايبة الطماطم من مكان مضمون، ويعني مش اول مرة بصراحة اتعامل معاهم. لكن الخطوة دي بصراحة هتخليكي طبعا تشوفي لو هي جواها حاجة، يعني مثلا دود او مش نظيفة، ده في حال طبعا لو انت مش متأكدة من الطماطم بتاعتك. وكمان كل ما نقطعها يعني كل ما هتسهل معانا الوقت على في التسوية على النار. عايزة اقول لكم بجد من الحاجات اللي بكون مبسوطة جدا وهي موجودة عندي في التلاجة، يعني هي الطماطم. طبعا الاسعار كل يوم في زيادة، وكمان يا بنات احنا داخلين على السنة الجديدة، وان شاء الله كمان يعني داخل علينا شهر رمضان. ربنا يا رب يبلغنا رمضان كده واحنا بخير.
فطبعًا اللي في مقدرته يجيب قفص طماطم أو زيادة، صدقوني هو المستفاد بكتير. الأسعار طبعًا كل يوم في زيادة، وإحنا لسه برضه يعني مش عارفين بصراحة الدنيا رايحة بينا على فين. فصدقوني لو معاكم فلوس اشتروا بيها خزين في البيت، فرّزوا طماطم، فرّزوا خضار. الفلوس صدقوني حاليًا ما لهاش قيمة خالص، الحاجة وهي موجودة في البيت عندِك أفضل بكتير من إن أنتِ تكوني شايلة فلوس هتشتري بيها بعدين. ما فيش حاجة بترخص يا بنات، فاللي يلحق بجد يشتري حاجة وفي مقدرته يجيبها ويشيلها. المهم بقى خلّصت الكمية كلّها وسِبت شوية كده هاحطّهم في التلاجة، يعني هاستخدم منهم للغدا والباقي طبعًا هاسحب منه في التلاجة طول الأسبوع. بُصّي بقى علشان تعملي كمية كبيرة في أسرع وقت، ما تشتغليش في حلة واحدة أبدًا. أنا باحط 4 حِلَل على ال4 عيون بالشكل ده، وطبعًا لو الكمية معايا أكبر يعني أكبر من كده باحط كمان 5 حِلَل. ده هيخلّيكِ تشتغلي في نفس الوقت وكمان هتنجزي في الوقت بتاعِك. نصيحة برضه كمان، حاولي كده قبل ما تخزّني الطماطم بتاعتِك، يعني حاولي كده بقى تفضّي المطبخ والدنيا حواليكِ، طبعًا علشان بتاخد معاكِ مكان وكمان مساحة، وفي نفس الوقت برضه تحسّي إن الدنيا واسعة حواليكِ وإن أنتِ كده واقفة مرتاحة ومش متضايقة. وبس كده هدّيت بقى عليها النار وغطّيتها زي ما أنتم شايفين، طبعًا من غير ما أضيف لها ولا نقطة مَيّة. هي طبعًا بتنزّل مَيّتها، وفي وقت التسوية بكل كمية المَيّة اللي موجودة فيها طبعًا بتنزل مع البخار، لإن إحنا غالبًا طول الوقت برضه بنكون مغطّيين عليها. كل حلة تقريبًا اللهم بارك أخدت معايا 5 كيلو من الطماطم. وطّيت بقى عليها النار وفضلت بقى رايحة جاية أقلِّب فيها كده لحد ما عدّى عليها حوالي نُص ساعة. طبعًا الوقت ده على حسب كمية الطماطم اللي أنتِ بتفرّزيها. جيت بقى أبُص عليها هنا لقيتها كده انكمشت زي ما أنتم شايفين، ونزّلت كل مَيّتها. ما تقلقيش طبعًا عمرها ما هتتحرق منِّك، علشان كمان الطماطم يعني بتحتوي على نسبة مَيّة كتيرة، فعشان كده باقول لِك ما ينفعش تضيفي لها مَيّة خالص. شُفتِ الناس طبعًا بتشيل المَيّة منها في الآخر لمّا بتستوي وبترميها، وبتبدأ بقى تضربها في الخلاط وتفرّزها. لأ طبعًا يا بنات الخطوة دي غلط جدًا، لإن طبعًا فايدة الطماطم كلّها أصلًا بتنزل في المَيّة دي. كل الحكاية إننا بس بنهدّي النار عليها وبنستنى لمّا كل كمية المَيّة اللي موجودة فيها دي بتتبخّر. نقلت بقى الكمية اللي في الحلة دي وحطيتها في الحلة اللي جنبها كده. طبعًا هي لمّا بتستوي يعني بتقل الكمية بتاعتها، وكمان علشان لمّا أضربها بالهاند بلندر كده يعني أنجز في الوقت وما تاخدش معايا كمية كبيرة. استوت معايا طبعًا واختبرتها زي ما أنتم شايفين. في الوقت ده بقى خلاص ممكن ناخدها نضربها في الخلاط، بس أهم حاجة تسيبيها لحد ما تهدى خالص. ولكن أنا علشان يعني مستعجلة وعايزة أخلّص الفيديو معاكم، هاضربها بالهاند بلندر. طبعًا زي ما قُلت لِك يعني طالما في الخلاط استني لحد ما تهدى خالص، ولكن أنا عشان الهاند بلندر عادي جدًا إن أنا أضربها وهي سخنة. بدأت بقى أضرب كمية بكمية زي ما أنتم شايفين كده، والكمية اللي باضربها باصفّيها الأول. وضروري يا بنات إننا نصفّي الطماطم طبعًا علشان يعني البذور والقشر اللي موجود فيها ده بيكون مش لذيذ خالص في الأكل، وكمان كترته طبعًا مع الكمية الكبيرة اللي إحنا بنعملها مع بعض النهارده بيكون غلط على الكلى. طبعًا لو هي كمية كتيرة. جِبت بقى مَصفى، طبعًا ممكن تقدري يعني تستخدمي المَصفى الصغيرة دي، ولكن أنا حبيت هنا أوريكِ إن أنا يعني مش هاستخدمها، لإن طبعًا هتاخد معايا وقت كبير جدًا. فالأفضل ليّا إن أنا أصفّيها في المَصفى الواسعة دي، طبعًا بتنجز معايا في الوقت. وكمان يُفضّل لو تستخدمي مَصفى تانية غير المَصفى السلك. بس كده يعني عايزة أقول لِك مش هتاخد معايا وقت خالص. طبعًا المَصفى الكبيرة دي بتسهّل عليّا، وهاخلّص بقى كل الكمية بنفس الطريقة. وفي الوقت ده بقى طبعًا الحلة اللي بتخلص باخدها كده على النار على طول. هنا كنت باوريكم بقى يعني كمية البذور مع القشر اللي طلعت منها، شايفين قد إيه؟ طبعًا كل ده طبعًا بيخلّي الأكل مش لذيذ، وكمان بتيجي بقى تحت أسنانِك كده أو تحت لسانِك وأنتِ بتاكلي، طبعًا مش بتكون لطيفة خالص في الأكل. فطبعًا يعني يُفضّل لو إحنا نتخلّص منها أفضل. شايفين بقى لون الطماطم اللهم بارك حلوة جدًا إزاي؟ طبعًا كمان لسه ما حوّلناهاش لصلصة. المهم يا بنات عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدًا، يعني حصلت معايا ومش حابة إنها تتكرر معاكم. وأنتِ بتضربي الطماطم بتاعتِك كده بالهاند بلندر، بلاش خالص تستخدمي حلل تيفال أو حلل جرانيت، لإن هي بصراحة هتجرحها وهتبوظ الدنيا معاكِ. اشتغلي كده في حلة ستانلس أو حلة مثلًا صاج، إن شاء الله مش هيحصل لها أي حاجة. وبس كده خلّصت بقى الكمية كلّها، وكرّرت العملية طبعًا لحد ما خلّصت كل كمية الطماطم بتاعتي، وحطيتها على النار كده لحد ما تغلي معايا. هنا بقى هابدأ أضيف عليها الحاجات اللي هتحفظها معايا لرمضان إن شاء الله، ولأطول وقت كمان. في الوقت ده بقى جِبت بنجراية كده كبيرة، وقطّعتها لمكعبات صغيّرة، وهابدأ أوزّعها كده على كمية الطماطم. حطيت كده في كل حلة حوالي 5 مكعبات من البنجر. وهاحط بقى لكل حلة معلقتين كبار كده من الملح ومعلقة سكر، طبعًا علشان نعادل حموضة الصلصة. وكمان هاحط حوالي 3 معالق كبار من الزيت.
الزيت طبعًا يا بنات علشان بيحفظها معاكِ مدة طويلة جدًا. وبس كده هاغطّي عليها بقى النار وهاهدّي النار جدًا على يعني أقل حاجة، وهاسيبها لحد بقى يعني إيه ما تستوي معايا خالص، وأحس كده خلاص إن هي يعني اتحوّلت لصلصة وبقت تقيلة معايا. هاغطّي عليها بقى واسيبها وارجع اورّيها لكم تاني. وبس كده سِبتها حوالي ربع ساعة وفضلت رايحة جاية بقى أقلِّب فيها لحد بقى ما تقلت معايا، وطبعًا يعني شربت كل كمية المَيّة اللي موجودة فيها، حسيت إن هي خلاص اتبخّرت منها. وطبعًا كل ما هتغلي معاكِ أكتر، كل ما لونها هيتغيّر، وهيبقى قوامها تقيل، وهتكون كمان مضبوطة جدًا. أهم حاجة تغلي معاكِ كويس، وكمان تتقل، وإيدِك فيها دايمًا باستمرار. شايفين بقى قوامها ولونها؟ اللهم بارك، بجد حلوة جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم إن دي طريقتي من سنين، واستحالة أغيّرها أبدًا. إن شاء الله هتعملوها بإذن الله وهتعجبكم جدًا، وهتكون بقى يعني دي طريقتكم المميزة والمفضلة دايمًا في عمل الصلصة. أنضف وأحسن مليون مرّة من الصلصة المُعلبة بصراحة، وكمان بدون بقى أي مواد حافظة. المهم يا بنات سِبتها بقى لحد ما تهدى خالص، طبعًا ما ينفعش نحطها في الفريزر غير وهي باردة جدًا. وللأمانة أنا كنت عاملاها بالليل في وقت متأخر، فسِبتها بقى بما إن الجو برد وما فيش حَر وكده، سِبتها بقى لحد تاني يوم، وأول ما صحيت من النوم كده كانت هديت بقى وخلاص بقت باردة معايا جدًا. قُلت خلاص بقى في الوقت ده كده أبدأ يومي بيها، أحطها في أكياس وأدخّلها في التلاجة على طول. حضّرت بقى هنا أكياس التلاجة بتاعتي وجِبت كوباية واسعة، وحسّيت بصراحة كده إن كوباية الفشار يعني هي أنسب حاجة على قد حجم الكيس اللي أنا هافرّز فيه وكده. طبعًا لكل كيلو خضار حطّيت حوالي 3 كبشات من الصلصة، وطبعًا لو أنتِ حابة تزوّدي عن كده طبعًا زي ما تحبّي. ده بقى يرجع لكمية الطبخة بتاعتِك، بس أنا بالنسبة لي كانت الكمية دي حلوة جدًا. عايزة أقول لِك كمان ممكن تفرّزيها في علب، ولكن بصراحة الأكياس بتاخد كمية كبيرة جدًا من الطماطم، وكمان مش بتاخد مكان كبير في الفريزر. هاخلّص بقى كل الكمية بنفس الطريقة. عايزة أقول لكم اللهم بارك عملت معايا كمية حلوة جدًا، جدًا. بصراحة كنت مبسوطة جدًا بعد ما خلّصتها. عايزة أقول لِك يعني هتتعبي يوم، ولكن هترتاحي بعد كده كتير. الحاجات دي بجد يا بنات خير في البيت، وتحسّي كده ببركة وخير مالين البيت عندِك. وزي ما قُلت لكم في وسط الفيديو بتاعنا، لو معاكِ فلوس ابدئي بقى فرّزي حاجات في البيت بتاعِك. طبعًا التفريزات في الشتا بتكون حلوة جدًا، والفواكه بقى والخضروات وكل الحاجات دي بتكون كتيرة جدًا وما شاء الله حلوة وطازة كده في قلب السوق. ابدئي فرّزي، الحاجات دي بجد في البيت أحسن من الفلوس بكتير. وزي ما قُلت لكم الأسعار كل يوم في زيادة، فعاوزين بقى كده إن شاء الله في الأيام الجاية بإذن الله مع بعض نفرّز مع بعض على قد ما نقدر الحاجات اللي إحنا هنكون محتاجينها أكتر حاجة في البيت عندنا. خلّصت بقى الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين، وجِبت بقى مقص كده وقُلت بقى خلاص يعني أقص بقى الأكياس كلّها، وفي نفس الوقت برضه ما تاخدش معايا مكان كتير في التلاجة، وكمان ما يكونش شكلها لطيف كده جوّه الفريزر. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، ودي طريقتي في تفريز الطماطم. طريقتي بقى لها 15 سنة معتمداها دايمًا. يا رب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا مني ولو بحاجة بسيطة. مستنية بقى كلامكم الحلو اللي بيفرحني وبيشجعني إن أنا أعمل لكم فيديوهات تانية كتير. وما تنسوش بقى اللايك علشان ده اللي بيخلي الفيديو يروح لناس تانية كتير والقناة تكبر إن شاء الله. أشوفكم على خير وأقول لكم هتوحشوني جدًا، واستنوني في روتينات تانية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.